السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا بصور لكم قبل الفطار كده بساعه ساعه ونص، فلو لقيتوا في كلكعه في الكلام اعرفوا بقى ان الصيام شغال. بصوا، هو الكورساج اللي احنا هنعمله اللي جاي هيبقى فيه ايه؟ كورساج اللي هو موجود فيه البالين. طبعا البالين بيتعمل ازاي؟ اللي هو الشريط بتاع البالين ده اهو، البالين اهو، البالين ده 8 مللي والشريط بتاعه اهو. هنقيسه كده قدامكم نشوفوا ده قد ايه. ايوه، اقل من سم، 8 مللي. طبعا الشريط ده نفسه في ناس ما بتعرفش تظبطه، ما بتعرفش تظبط القيمه بتاعته، اذا كان مثلا 9 مللي، 8 مللي، 10 مللي. انا دلوقتي هدكك بالين 8 مللي، فالمفروض يبقى الشريط اللي هعمله على الاقل يبقى 9 يعني، بالكتير قوي يبقى 9 مللي، بحيث ان هو لما يتدكك يبقى متحكم عليه، واقدر في نفس الوقت ما يبقاش 8 مللي وادخل فيه 8 مللي يبقى متعب قوي. خلاص، فانا هوريكم بيتعمل ازاي. انا من الناس اللي ايدي بتترعش، ما بعرفش اظبط الشريط ال 8 مللي. فبعمل ايه؟ جايب حته بلاستيكه كده، خلاص، ورحت واخد عليها ايه، عامل عليها سنتي كده، سنتي بالقلم الجاف اهو. خدت السنتي بتاعي زي ما احنا بنعلم الباترون، السنتي بتاعه. بس ناخده بقى العكس عشان ايه كده، معلم سنتي كده بس. رحت تاني، جيت هنا بقى في المكنه، الحته دي اقرب لكم شويه البتاعه دي كده، اللي عند السنان اهو، نص الدواس والابره ومطرح نزول الابره في الخرم بتاع الابره اهو، من عند السن اهو، من النص لغايه هنا. رحت معلم ايه، معلم من هنا كده 9 مللي. طبعا انتوا مش هتشوفوها قوي، ومعلمها لنفسي هنا على المكنه. طبعا انا زي ما اتفقت معاكم، انا بحاول ادبر لنفسي حاجات محدش علمهاني على قد ما بقدر. اهي عملت ال 9 مللي. خلاص، باجي هنا بقى بالشريط بدي البلاستيكه دي، اروح لازقها هنا. دقيقه واحده هوريكم. كده شغال اه. حطيت بقى البلاستيكه اللي انا عملتها سنتي كده، ايه، حطيت عليها لزق، بس هو لزق رخم شويه اللي عندي ده جامد بس. وباجي عند العلامه اللي انا علمتها على المكنه هنا، اللي هي ما بين السنان والخط دوت 9 مللي، رحت جاي حاطط دي هنا اهو، دي على دي كده. اهي بس لزقت دي كده، لزقت دي كده اهي، بقت دي 9 مللي بتتحرك اهي قدامي. خلاص، ناخد لزقه كمان، بنجرب بقى. يعني انا بجرب حته ستان، انا هعمل الشريط عشان ادكك فيه ايه، ادكك فيه البالين ال 8 مللي ده، اللي هو بيبقى كده، بيبقى زي ده كده كده. خلاص، نشغل المكنه، نرجع شويه. طبعا الشريط اللي بيتقص انا بقصه بالزياده شويه، يعني انا اقص 4 سم بس بعرض القماش، يعني البورسل من هنا والبورسل من هنا، البورسل من هنا والبورسل من هنا، انا بقصه بعرض القماش. بص يا اخوانا، ايه، انا بتاع تالت رابع مره اصور الجزء ده، بس هو ده يعني اكتر مكان مناسب عشان تشوفوا لكاميرا التليفون. بصوا الشريط اهو، احنا قلنا احنا بنقصه بالعرض، بيبقى البورسل من هنا والبورسل من هنا. انا عايز وش البالين يبقى اللي بيلمع، يبقى انا بخيط هجيب المطفي هو اللي هيبقى من فوق. احنا اتفقنا ان احنا تانيين البلاستيكه دي سنتي، لكن ولازقين السنتي، الخط بتاع السنتي على الخط اللي انا معلمه، اللي هو بتاع ال 9 مللي بتاعي اللي انا معلمه على المكنه. بس طب انا سايب سنتي ليه؟ عشان يبقى فيها زياده عشان اعرف امسك بس منها.
خلاص احنا قلنا واخدين المسافه 9 مللي من نص ال السنون بتاعت المكنه من تحت، قايسين من عندها لغايه الجنب كده بعد الدواس بشويه 9 مللي، والبالين بتاعنا 8 مللي. معرفش ايه اللك كده، ما علينا. هنجرب بقى نشوف ايه البالين بتاعنا هيبقى حلو ال 8 مللي على الشريط ده ولا لا. واحنا اتفقنا ان قبل الفطار انا بكلكع في ايه؟ في الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قافلين عيار المكنه شويه، ناخد فرماتوره. ممكن بقى يبقى البلاستيكه دي انا رافعها كده وتبقى زي اشاره ليا زي مسطره، بس اخد منها كده كده. وممكن اعمل حاجه تانية، ان انا انزل البلاستيكه دي كده اهي، اللي هي البلاستيكه السنتي. انا كده كده معلم على ال 9 مللي ما بين السنان والخط بتاع تانية البلاستيكه 9 مللي اهو. اظبط بقى ايه الطرفين على بعض والبوتون اهو من جوه اهو. يا رب يبقى واضح. عمالين بقى ايه نشم روايح غريبه قبل الفطار. اللهم اني صايم. فاضل بتاع ساعه ولا حاجه ولا ساعه ونص على الفطار. طبعا بشوف انا بقى ايه ما شاء الله في رجاله بتساعد مراتاتها في المطبخ، في رجاله بتعرف تطبخ. طبعا انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا في الضياع في البلاله يعني. بس ايه اخر فتره بقى ايه عشان انا امي كبيره في السن، ربنا يديها الصحه كده ويشفيها ويجعلها في ميزان حسناتها. كنت برضو ايه يعني ايه بروح لها الصبح قبل رمضان يعني، اساعدها في افطر معاها، احمر شويه بطاطس، هي تقطع البطاطس وانا احمرها. بقيت بعرف اقطع بطاطس واحمرها كده يعني. كده ايه خلصنا الشريط اهو تمام. هنيجي بقى ايه نقفل المكنه ونعرش الشريط ده. نسيب بعد الخياطه مثلا 2 مللي ونبتدي ناخد من هنا. ارجع بقى ايه لموضوعنا. فكنت ايه بساعدها يعني. اجيب عجينه فلافل برضو ايه نعمل فلافل في اقلها في الزيت وافطر معاها كده يعني. المهم فايه امي انا عايزه سمك. حاضر يا ماما مراتي هتعمله لك. لا انا هعمله. هي كانت مراتي عملته لي قبل كده، قبلها باسبوع مثلا، الكلام ده قبل رمضان. فسمكتين بولتي كده وانا هعمله. يا ماما انت مش قادره تقف على رجلك. لا انا هعمله. خلاص يا ماما حاضر اللي انت عايزاه. طلعت لمراتي جبت السمكتين ونضفتهم عند الراجل عشان انا ايه ما البسش التنظيف. ما انا امي كده كده مش هتقدر تعمل حاجه، فانا هلبس التنظيف. وانا اصلا ما بحبش امسك زفاره بايدي اصلا يعني السمكتين صعب ان انا امسكهم بايدي، بس انا هروح لامي وامي بقى هتحشيهم. خلاص. المهم طلعت مراتي عملت بقى الحشو اللي هو الدقه والثوم والكلام ده، وعندها فوق قالهم لك يا ابني قالي لك السمكتين. لا 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 ما فيش الكلام ده. امي هتعمله. يا ابني امك قادره تقف؟ لا لا امي هتعملهم. هي ايه امي بقى ايه مكسوفه تقول لها اعملهم لي تاني ولا، بس عادي يعني دي بتها. بس قبل ما يفوتني اللك بس معلش ايه انا اقفل الكاميرا كده شويه هوريكم بقى ايه. انا خلصت الشريط وعرشته. معلش المانيكان بيلف اللي انا حاطط عليه الستاند. ايه ده والنبي اقف يا عم اقف يا عم اختي اهو واقف اهو الشريط اهو. باجي هنا بقى ايه دي ابره بونت لاضمها على 6 فتلات. خلاص ده الخيط ده خيط جينز عشان يبقى متين شويه، عامل عقدتين تحت كده اهو تمام. هنيجي بقى من هنا في الشريط اللي احنا ايه عرشنا الزياده اللي فيه، سيبنا 2 مللي اهو بس اهو 2 مللي اهو. هنيجي هنا نروح ايه اهو الشريط اهو، هنروح داخلين بالابره كده من جوه الشريط اهو. الشريط اهو عامل زي الخرطوم اهو كده. نروح جايين هنا ايه داخلين كده ايه بابره البونت، نروح طالعين بيها كده، نروح نازلين تاني بكعب الابره هنا جوه بقى الشريط نفسه. خلاص هتبتدي بقى ايه تعمل زي اكنها عقده يعني، وانا بزق الابره دي تبتدي بقى ايه تشد طرف الشريط اهو بتشد طرف الشريط لتحت. ازق كده اهي، روح سحبها معايا
سحبت الشريط دخلته جوه، كني بقلب كيس مخده. قشطه. اعدل لكم الكاميرا ايه واكمل لكم. بس عدلتها خلاص. بقى ببتدي بقى ايه ادكك بقى الابره اللي هي فيها الخيط وماسكه الشريط، وادكك كده اهو، ازق كده بايدي جوه الابره، ادكك واشد كده من الطرف اهو. هي الابره طلعت من الناحيه التانيه، نوريكم بس عشان ايه. المهم رحت لامي، يا ماما السمكتين اهم والحشو اهو. امي مش هتقدر تحشي السمك. حشيت انا السمك طبعا. انا بقول لك صعب ان انا امسك سمك بايدي. طبعا حطيت الطاسه على البوتاجاز فيها زيت، فقلت لي يا ابني الطاسه الكبيره، قلت لها لا الطاسه الصغيره حلوه. قلت لي خلاص بدل حشيت السمك يعملوا بقى ايه، اقسم السمكه نصين، هما سمكتين بولتي. قلت لها ماشي. قسمت السمكه نصين، والزيت تتاكد ان الزيت غلى، الزيت غلى تمام. رحت ايه احط السمكتين، رحت حاطط السمكتين، حاطط ايه اول سمكه كده فيها الديل، نص فيه الديل ونص التاني فيه راس السمك اللي هو بالخياشيم ده. تمام مبروك 100 100. خلاص قلبنا الشريط اهو. بس هنجيب بقى البالين بيبقى ملسوع من هنا عشان خاطر ما يخربش. ما اقدرش السعه قدامكم طبعا بالولاعه عشان ايه تصوير يعني. هنحط بقى ايه اهو، ندخل البالين في الشريط. حطيت السمكتين وسبتهم شويه، قلت لي سيبهم يستوي حلو بعد كده اقلب. سبت يستوي حلو، باجي اقلب اعمل كده، ماسك البتاعه اللي بيقلبوا بيها دي، اعمل كده السمكه مش عايزه تتقلب، اعمل كده مش عايزه تتقلب، فبعمل كده عافيه، راح النص الفوقاني من السمكه طالع وبقى ايه الشوك باين قدامي. يا نهار اسود. طب جرب الجنب التاني، بقى النص ده طالع برضو، بقت الراس بحته والاولانيه بقت الديل في حته والشوك باين. اختي. قلت لها ماما هو السمك ده لزق ليه يا ماما كده؟ ماما هو في ايه ماله لزق في الطاسه دي؟ فيها ايه؟ قالت لي هو انت ما حطيتوش في الدقيق؟ قلت لها لا ما حطيتوش في الدقيق، انت ما قلتيش. طبعا سمعت ايه الكلام. قالت لي يا خيبتك. قلت لها معلش يا ماما انا ما اعرفش هو الدقيق فين. فقالت لي الدقيق عندك في الدولاب. طلعت الدقيق، مش هسكت بقى، لا رحت واخد كوبش الدقيق، في سمكتين بقى محطوطين في اللي هي سمكيه نصين، رحت ماسك كوبش الدقيق ضرب شويه هنا وشويه هنا. طبعا قلت عشان ايه اعرف اقلبهم يعني لازقين برضه مفيش فايده. بس فاكني كنت بعمل زلابيه يعني. فلما طلعت السمكه كان في دقيق عايم على وش الزيت، وطلعت السمكه ايه يعني اللي هم النصين دول بقوا 4 حتت 5 حتت، وطلعتهم حطيتهم في ميه بخل بتوم اللي هي الدقه اسكندرانيه بقى. كنت مديها لامي، قلت لها يا ماما معلش يا ماما السمكه دي السمكه الجايه بقى احطها في الدقيق. قلت لي يا حبيبي ما يهمكش يا حبيبي جميله. راحت ضايقت منها حته، قالت لي جميله تسلم ايدك. بس رحت مطلع السمكات الثانيه حطيتها في الدقيق برضه مقسومه نصين وحطيتها في الزيت، ما حصلش حاجه. يا ماما السمك حلو يا ماما ولا يا ماما اروح اجيب لك سمك غيره؟ قلت لي يا حبيبي تسلم ايدك. بضرب بعيني كده لقيتها بتاكلها للقطط. الله العظيم. بس السمكه الثانيه طلع ما فيهاش كوارث يعني، طلعت سليمه يعني. بس بعديها بعد ما كانت قلت لها ماما انا بوظت لك السمك. قالت لي لا يا حبيبي بعد كده اصلا لما اقول لك على سمك خلي مراتك تعملهم لي. بس قلت لها ماشي يا ماما انا قلت لك كده من الاول. فتخيل بقى موقف زي ده ولو حصل لك وانت بتساعد مراتك في رمضان، فهيبقى رمضان سعيد. فاهم؟ طبعا هتشرد نفسك انت ومراتك والعيال وهتفطر في مائده رحمن. فبالادب كده ما تخش المطبخ ليه؟ انت مالك انت بالكلام ده؟ انت مالك بالكلام ده؟ الستات اصل في المطبخ غيرنا احنا بنعمل يعني الواحد عشان يعمل بيض مسلوق بيبوظ له 100 حاجه ويعمل مواعين بالهبل في الحوض ويبوظ الدنيا، لكن الستات ما شاء الله الله اكبر يعني كل واحد ليه ملعبه. نقعد بقى ندكك احنا في البالين كده لغايه ما ايه يبان لك صاحب. انا كنت بصور برضو فيديو عشان اوريكم البالين، فعيل راح مفرقع صاروخ يعني فاهم، كانت حاجه جميله يعني انبسطت يعني، ولا نططني خلينا تهته اقسم بالله. برضه اللي كنا بنعملوه واحنا صغيرين بيطلع علينا برضه. واحد كان طيب وهو صغير برضه فايه
عارف هو عامل ايه، ربنا بيخلص بقى. معلش بتبقى ايه مرهقه شويه، بس طبعا ايه 9 مللي بتدكك فيه 8 مللي من جوه بيبقى حلو قوي، لكن ما تعمليش شريط 8 مللي وتدكك فيه 8 مللي هتتعذب. اهو خلاص اهو بيتكون اهو. احنا بقى بنقص زياده ده بعد ما اتكون اهو، بعد ما اتكون. طبعا هوريكم البالين بقى ايه وهو بيركب على المكنه، هو بيركب على الكورساج، يعني هوريكم تقفيل الكورساج بس طبعا برضو تدكيك البالين مهم. في ناس اصلا بتعمله بقى ايه زي تقريبا زي تانية في تانية كده، فاهم؟ مش عارف يعني بتعمله ازاي. المهم انا هي الطريقه اللي انا بعرف اعملها ان هو بيتدكك بالطريقه دي، هو ده اللي انا اتعلمته، هو ده يعني الطريقه النظيفه اللي انا اعرفها يعني، بس ما اعرفش غيرها يعني. بس الفيديو الجاي بقى هوريكم الكورساج وهو تركيب البالين.